يا صباح الفل، يا صباح الياسمين، يا صباح احلى اخوات واحلى متابعين. ما شاء الله نصلي بينا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. تعالوا شوفوا بقى نعمل ايه. والنهارده كده ايه باين من شكل الفيديو، احنا بقى ايه؟ الشتاء عايزه معجنات، عايزه مخبوزات يعني. والجو ده بيحب حاجه ايه؟ مخبوزه في البيت. خلاص، احنا بقى عملنا معاكم ايه؟ الفايش الصعيدي، بس فايش ايه يعني بطريقه ايه؟ سهله وبسيطه. تعالوا بقى كده ايه؟ نسمي الله، نسمي الله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. تعالوا بقى نشوف هنعمل يومنا ازاي بقى كده، ونعمل لولادنا حاجة بقى حلوة كده واقتصادية وموفرة وعلى قد الايد، وهتملي بيتك بالخير والبركة، وهيبقى رزق في بيتك. يعني الحاجات دي نعمة، نعمة وكنز في البيت. انا معايا هي، بصوا انا بقى جايبة بقى كل حاجة ايه معاكم هي على الطبيعة. دول 2 كيلو دقيق، بصوا بقول لكم 2 كيلو دقيق اهم. خلاص، انا بقى هفتحه وهنخله كويس جدا، عشان ايه؟ لو في حاجة ولا محتاجة تكتلات يبقى هو ايه؟ ما يتعبناش في العجين. خلاص يا بنات، خلاص يا ستي الكل. ودي حاجة اقتصادية كده تشربي بيها كوباية شاي والولاد وهم قاعدين بيذاكروا. وهي الشتاء طبعا ربنا يخلي كل بيت في أطفال، طبعا هي الأطفال محبة الحاجات دي جدا جدا، والحاجات دي حلوة برضو مغذية، وهي سترة بيتنا ودايما مليين بيتنا بالخير والبركة. خلاص انا ايه؟ هنخل الدقيق كده واحدة واحدة معاكم. او جبت بقى ايه؟ المصفى بتاعتي، او والحمد لله الدقيق بتاعي انا واثقة فيه وعارفة بجيبه منين، وبتعامل مع بتاع الحلويات اللي انا بجيب منه دقيق. والحمد لله الدقيق طلع ما فيهوش اي حاجة، طلع زي الفل. خلاص، انا بقى بنخله معاكم. وشكرا قوي قوي لكومنتاتكم الجميله، ما تحرمش منكم يا رب، ولا متابعين الجمال وكل اللي يكتب لي كومنت حلو تسلم ايديه وعينيه. معلش بقى لو ما عرفتش اكتب لكم كومنتات، متشكره قوي قوي على كومنتاتكم الجميله دي، ودايما منوريني كده. ويا ريت يا ريت تزوروا القناه لفه بسيطه كده، هتعجبك والله يا ستي الكل. خلاص انا بقى نخلت الدقيق بتاعه اهو معاكم زي ما انتوا شايفين. همشي معاكم خطوة خطوة، هقول لكم المقادير خطوة خطوة. هو سهل واقتصادي وموفر، يعني احنا السمنة والزيت في بيتنا هو، بس يا دوبك محتاجناش الا دقيق، ولو عندك دقيق برضو خير وبركة، وكركم وسمسم وكيس خميرة، وكل ده ان شاء الله يعني سهل وبسيط. يعني الحاجات اللي هي دي البسيطة بتبقى في البيت. لو انت محبين الحلويات او المعجنات، الحاجات دي هتبقى عندك في البيت. انا دخلت الدقيق اهو ورجعت لكم. بصوا ده كيس كركم اهو، ده كيس اهو. زي ما انتوا شايفين انا بحب اجيب الحاجات دي واركنها عندي في البيت. والخميرة والحاجات دي هي معايا برضو. حطيت معلقة ملح كده، رشة ملح كده صغيرة، ودفيت مية معايا، وكوباية لبن برضو دفتها. خلاص، حط بقى شوية سكر حلوين عشان ده ايه؟ فايق. حطيت شوية سكر حلوين عشان ايه؟ الأطفال بيحبوا الحاجة المسكرة، بس يعني مش كتير قوي، يعني هو رشة كده على ايه؟ على حسب الرغبة برضه. خلاص، وانا مدفيه المية اهي، هعير بقى بالكوباية واحدة واحدة معاكم. خليكم معايا. وحطيت بقى السمسم، واهو انا الخميرة بقى حاطة مجففها في طبق كده على جنب بحبة لبن ومعلقة سكر برضو. خلاص، هو هيطلع بقى في احلى فايش صعيدي بقى من ايد ام احمد وانس. دي بقى طريقة سهلة وبسيطة، طريقة عن اهلنا، احنا متعلمين بقى، اهلنا كانوا بيعملوها كده على طول. خلاص، انا بقلب بقى كل المكونات الجافة كده مع بعضيها اهو زي ما انتوا شايفين اهو. او ابتديت بقى حطيت المية وبعجن معاكم واحدة واحدة اهو. خلاص، لو عندك عجان هيبقى اسهل واخف عليك من كده، بس احنا بقى ايه؟ طبعا ايه؟ ما عندناش بنعجن بايدينا، احنا بقى واخدين على العجين. خلاص، وهو العجين ده طالما بتعرفي تعجني هتعملي كل حاجة نفسك فيها اهو. حطيت بقى دي ايه؟ كوباية سمنة على كوباية زيت، كل ما يحتاج بديله. خلاص، وهيطلع معاكي بقى ايه؟ حاجة تحفة كده وحاجة فاخر من الاخر. هو بقى ايه؟ الرق على العجين، هتعجنيه وتريحيه شوية وهيطلع معاكي زي الفل. اهو اديله، ادي ادي، افضل ادي كده العجين، ادي فيه لغاية ما يقولك بس ارحميني، مش هيقولك لا. اهو اديله. خلاص، اهو شايفين اهو انا بقى عجنته اهو يا بنات
وهسيبه بقى يرتاح شوية. هديله بقى وشه كده ايه رشة سمنة على الوش كده، او هسيبه يرتاح بقى. او هديله بقى ايه تقليبه في بعض كده. هي العجينة بقت ما شاء الله لمت معايا وبقت حلوة وطرية، هو ولا ناشفة اوي ولا طرية اوي، في المعقول اهو. انا بقى ايه بظبطها كده وهغطيها لغاية ما تخمر معانا. انا سبتها بصراحة ورحت عملت شوية طلبات تاني ورجعت لها تاني. او خلاص انا بقى كده ايه خلصت اهو زي ما انتوا شايفين بقى. هغطيها واسيبها تخمر. او شايفين يا بنات؟ او لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عايزة بقى كومنتات كتير ولايكات عشان اللايكات دي بترفع الفيديو. بصوا بقى هسيبها تخمر في قلب الطبق. او الم بقى الحاجة وارجع لكم تاني اهو. واديها غطا حلو كده اهو. لازم تدفي العجين عشان الجو ايه ساقعة اهو يا بنات. انا بشوف العين كانت والعة ولا لأ لحسن الطبق يسيح. او غطيتها بقى عندك فوطة نضيفة كده او حتة قماشة نضيفة. او وادي شكله في النهاية. مش عارفة مقطع الفيديو اللي انا كنت بقطع فيه وبدخل فيه الفرن اتمسح من التليفون، معلش سامحوني. وادي اهو الفايش بتاعنا. اه مش فايش صعيدي بقى ولا فايش، مش ده فايش ولا لأ؟ وقولوا لي ايه رأيكم بقى يا بنات. اهو احلى بقى فايش. والصوت طلع ما شاء الله جميل، وطلع بقى لونه تحفة، وطلع بقى فايش بصراحة. بألف هنا وشفا على عيون وعلى قلوبكم. وطلع حاجة كده فاخر من الآخر. ما تنسونيش بقى بكومنت حلو ولايكات كتير يا بنات. ربنا يسعد قلوبكم كده ويريحها. اهو بصوا بقى شايفين لونه؟ والله ده لونه جميل بس الكاميرا هي اللي ظلماه. بصوا شايفين الجمال، شايفين الحلاوة. ومع السلامة.